السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل دقيق الاسبونج في البيت، ويا رب الوصفة تكون سهلة كده وتقدروا تجربوها وتعملوها في البيت. معانا هنا كوباية ونص ومعلقة كبيرة دقيق من العادي خالص. تمام. معانا تلت كوباية كاكاو. معانا كوباية الا ربع ومعلقة كبيرة سكر، ومعانا رشة ملح ورشة فانيليا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر وثلاث معالق نشا كبار. تمام. ديت المقادير اهيت. هنجيب بقى البولة بتاعتنا، هنضيف فيها الدقيق اللي هو كوباية ونص زائد معلقة كبيرة، كوباية ونص زائد معلقة كبيرة دقيق. تكون المقادير منخولة كويس قبل ما تستخدميها، وانت بتستخدميها كمان تنخليها. يعني انا عايرت الدقيق هنا كده وبنخله كمان مرة اهوت معاكم. دوت كده هوت الدقيق هننخله. حطينا كوباية وديت النص اهي زائد المعلقة الكبيرة. ودي المعلقة الكبيرة اهي هننخلهم. هنضيف بقى النشا، البيكنج باودر، الفانيليا، ورشة الملح والسكر. هنضيف بقى الكاكاو اللي هي تلت كوباية كاكاو، تلت كوباية كاكاو هننخلها برضو طبعا. نخلناها كويس اهوت. هنقلب بقى الخليط بتاعنا دوت كويس جدا. وبكده يبقى عملنا معانا ايه اللي هو الدقيق الاسبونج. هننخله بقى كمان مرة. هننخله اهوت كمان مرة عشان نتأكد برضو ان مفيش اي حاجة. وكمان الحركة النخل ديت بتديله كده هوا عشان يبقى خفيف معانا كده وحلو. نخلناه كله اهوت وقلبناه كده كويس ودخلنا له كمية هوا محترمة كده. هنجيب بقى معانا 6 بيضات. بدرجة حرارة الغرفة، 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة او بدرجة حرارة المطبخ. كل المكونات بتاعتنا تكون من برا التلاجة، ما يكونش اي حاجة من جوه التلاجة.
حطينا اهوت 6 بيضات. هنحط معلقة كبيرة خل، ومعلقة كبيرة محسن جل. يبقى حطينا 6 بيضات، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة محسن جل. وهنضرب بقى الخليط كله مع بعض لغاية ما حجمه يتضاعف ويبقى زي ما احنا شايفين كده. نرفع العجان بتاعنا يكون ايه، اذا عامل زي منقار العصفورة كده. قفلنا بس علشان نقلب الخليط كده مع بعضه بالسباتولا بتاعتنا، عشان نضمن ان كل المكونات اختلطت مع بعض. في موضوع الاسبونج دوت، كل ما الكيكة بتاعتك بتضربيها في عجان يكون كويس، كل ما بتعلى معاكي اكتر. يعني كل ما كانت سرعة العجان اعلى، كل ما النتيجة طلعت احسن. وما تخافيش طالما معاكي محسن الجل، بتضيفي كل المكونات مع بعضها، البيض مع الدقيق مع المحسن مع الخل مع كل حاجة، وبنضربها كلها كده. وهنشوف النتيجة دلوقتي مع بعض. كده خلاص اهوت. شايفين اهو المنقار العصفورة اللي احنا بنقول عليه اهو. هنجيب بقى صينية مدهونة بأي مادة دهنية ونرش عليها دقيق. شايفين القوام بتاع الكيكة بتاعتنا؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هنصبها كده زي ما احنا شايفين اهوت، وهنسوي الوش بتاعها. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 30 دقيقة. وقبل ما نخرجها من الفرن نختبرها كده بعصاية شيش طاووق. لو طلعت نضيفة يبقى هي استوت. لو طلعت ما لسه فيها عجينة من الكيك، نسيبها كمان 10 دقايق أو 5 دقايق. احنا بنخبط فيها كده عشان نطلع منها أي هوا، ما يكونش فيها فراغات. وكده دخلناها الفرن اهوت على درجة حرارة 200، وزي ما قلنا ده هتقعد وهي نص شكلها ساعة. اهوت في الفرن. ومعانا شايفين اهيت قبت خالص ازاي شكلها في وبقت الفرن اهو. جميلة طبعا اهي. ارتفعت جدا اهيت. لسه طبعا ما خرجناش من الفرن، هتكمل سواها بقى واوريها لكم بعد ما تخرج ان شاء الله. الكيكة بتاعتنا طلعت من خرجناها اهوت الفرن اهي. واختبرناها بعصاية الشيش طاووق، وطلعت ما فيهاش اي حاجة. خدت معايا اهي في الفرن واختبرناها 35 كده دقيقة بالظبط. بخلة سنان او بعصاية ومنفتحش الشيش عليها غير طاووق. بعد ما يمر ربع ساعة طول ما او عشر هي لسه دقايق فيها عجين ما ينفعش علشان تطلعيها ما من تهبطش الفرن. معاكي. هي علشان واشوفكم الصينية على كبيرة خير في شوية، وصفة جديدة ان خدت شاء الله. 30 دقيقة بالظبط في يا الفرن. رب وصفتنا تعجبكم لما تبرد وتجربوها بقى وتقولوا واجي لنا رأيكم ازينها في هوريها لكم الكومنتات. ان شاء الله. اشوفكم على خير في وصفة جديدة. ويا رب وصفتنا تعجبكم وتجربوها وتقولوا لنا رأيكم ان شاء الله في الكومنتات.